محمد الروحلي تفضل سي محمد، مرحبا بك. مرحبا دنيا للمرة الثانية. أيه. ومرحبا بالسي عبد الرحيم طالب، بالسي فتاح وبدودان والمستمعين الكرام، وتحية شنقول لك إيجابية من الدوحة القطرية. شي الناس زوينين سي محمد الروحلي، معاه جاي مع الإيجابية ديالو. يعني سي محمد الروحلي فأنت بحالنا يمكن جد متفائل بالنسبة للمواجهة ديال اليوم غد إن شاء الله. احنا عارفين الصعوبة ديال المقابلة ولكن متفائلين. تفاؤل هو اللي عبر عليه. راه تبارك الله عليكم التغطيه ديال الملخص ديال الندوه الصحفيه اللي تعقدت هذه تقريبا واحد ساعتين. ما كاملاش. لا بدات مع 12. بدات مع 12. لا، لان احنا خرجنا من السونتر دو بريس بواحد ربع ساعه باش بدات الندوه، برساله الندوه ولا نص ساعه. جينا في لانافيت تقريبا ديال نص ساعه كذلك تقريبا. المهم تقريبا كان شي ساعه ونص بس ساعه ونص بس ولا هي بدات مع 12. بدات مع 12 ونص. دونك سي بون هي هذيك بجوج عندكم الحق اخويا اسمعني. شوف بطبيعه الحال ديما عندنا الحق. شي وانا والروحلي دائما متفقين. وفتح راه ديما كيساندنا وحنا كنساندو حتى هو. الحمد لله. قلت بان فعلا ايجابي، جو ايجابي عبرت عليه الندوه الصحفيه اللي دار وليد القراقي، اللي في حقيقه تفاؤل بنوع من الحذر، والحذر ايجابي وضروري في هذه المرحله هذه، لان كما يعرف الجميع والكل يركز على ذلك. البارح حتى في لقاءاتنا الصحفيه مع قنوات هنا محليه الكل يطلب من اللاعبين والطاقم التقني المغربي يكون حذر في مواجهه منتخب ما عنده ما يخسر. جاي غادي ياخذ اخر مقابله للمونديال على امل تحقيق شيئا ما، شي حاجه اللي تخليه يدخل التاريخ نقطه او لما لا عنده الحق يطمح للانتصار كذلك، ولكن ماشي ليس على حساب الفريق الوطني كما جاء في لسان المدرب وليد القراقي. ودابا الان راه دقائق غادي يدخلوا اللاعبين باش ياخذوا الحصه التدريبيه، والاعلام المغربي عنده الحق يتابعها 15 دقيقه فقط. وبالتالي قلت بان كاين واحد الجو ايجابي. الحمد لله ما كاينش اصابات اللي يمكن تحول دون مشاركه كل اللاعبين. وهذا التأكيد جاء كذلك على لسان المدرب وليد القراقي بقوته وكاريزما ديالو حاول يمرر للاعبين هذه الأهمية ديال المباراة. مباراة سهلة ولكن ليست في المتناول بواحد بالنسبة مطلقة. لا، لأن فريق قلنا عنده إمكانيات ولكن انهزم بسذاجة تكتيكية. اللاعبين ما يكفي من اللاعبين المتميزين، حقق مسار رائع في الإقصائيات بفارق 6 نقاط في المجموعة ديالو، ولكن بلي جانا خانتوا التجربة، خانوا الحضور على مستوى التظاهرات الكبرى، لأن حضور التظاهرات الكبرى عنده مميزات ديالو، عنده متطلبات ديالو، عنده آليات ديالو. وهذا اللي افتقد المنتخب الكندي. ربما المنتخب الكندي بهذه المجموعة ولا حسن أكثر من الأداء ديالو وعز أكثر غادي يكون منافس قوي في مونديال 2026 لأنها تكون في الديار الكنديه والامريكيه. قلت بان الفريق الوطني مدعو لاخذ الاحتياطات اكثر، تفادي يعني نوعا ما الغرور بحكم بان احنا مرشحين، لان لا احد كما قال وليد القراقي قبل ما تبدا المنافسه ما كناش ننتظروا هذا السيناريو اللي كان على مستوى المجموعه السادسه. مجموعات هو قال في اول لقاء اعلامي ديالو هنا بالمونديال باننا تواجدنا في مجموعه الموت. مجموعه الموت ولات الدم بسم الله رحيمه بحكم الخيارات القوي ديال اللاعبين، بحكم الاداء المتميز، بحكم كذلك الايمان بقضيه اساسيه والا هي تشريف هذا الحضور المغربي الوازن على مستوى الجمهور. كل شيء ولا كيتمنى ان الجمهور المغربي يساندو في المقابلات ديالو، لان حضور وازن، حضور لافت، حضور كذلك نوعي، وخصوصا بان حتى السلوك ما سجلنا ولو حادث يعني يؤثر على هذا الحضور ولا يؤثر على سمعه الجمهور المغربي في هذه التظاهرات الكبرى. يعني الكل يشيد بالحضور على مستوى الملعب وكذلك الحضور على مستوى المدرجات، يعني لدرجه بان جاليات عربيه ولا كيطلبوا الاعلام المغربيه، كيطلبوا اقمصه يعني قبعات مغربيه لاش باش يشجعوا اسود الاطلس في مختلف المرافق والمناطق ديال الدوحه. الكل كيرحب بنا لنا كمغرب. الحمد لله القيمه ديال المغرب كبيره محترمه،
وحنا دائما كنحاولوا كوفود صحافه جمهور مكونات ديال الفريق الوطني اننا نحافظوا على هذه القيمه وعلى هذا السلوك السليم اللي كيخلينا دائما عندنا الترحيب من طرف كل الدول اينما حلينا وارتحينا. قلت بان نطمح الى مواصله المسار، نطمح الى الدفع هذه النهضه الايجابيه اللي كتعيشها كره القدم المغربيه. نهضه ايجابيه ما جاتش من فراغ، والكل كيجمع كذلك على انك في لقائنا مع الصحفيين ان العرب والاجانب كيقول لك انتم عندكم واحد المخطط استراتيجيه عمل توفقات اللي في حقيقه ماشي من السهل اننا نوصلوا لها بهذه السرعه وبهذا التدبير الحكيم، لان فيه اطر وفيه كفاءات اللي سهر عليها، وفيه كذلك ثقه من اعلى سلطه في البلاد. جلاله الملك يرعى بصفه خاصه هاد النهضه وكيدفع بها الى الامام. ونتمنى وان كان ماشي مناسبه باش نهضروا عليها الان ان الرياضات اللي ارتبطت دائما بالبعد الدولي للهويه المغربيه على المستوى الرياضي انها ترجع في العطاء، وصفه خاصه العاب القوى والملاكمه. الحمد لله. ان شاء الله وهادشي اللي غادي يكون يا رب، وهادشي اللي كنطمحوا ليه جميع. محمد الهنين المهم كيعيطوا عليك السي روحلي، انا بان لي هذا جلول التويجر هذا صوته. قول لي يا سي محمد. والله العظيم لا شتا هي هذيك. الشيء انا واخا انتم في قطر انا حاسه بكم، عارف اش كاين. تحيه لكاع الزملاء. راه كيتسناوك باغي يمشيو يتغداو. لا ماشي لا شوف الراديو الاول ياك سمعتي مازال ما تغداش. لا ماشي برافو عليك. لا شوف الروحلي الحرفيه بروفيسيوناليزم، راه قلت لك حتى باش يكونوا لي كونديسيون اديكوات باش انه يمر معنا، طلب منا انه يمر معنا حتى لا دوزيام بارتي ديال ليميسيون. انا كنشكرك جزيل الشكر سي محمد الروحلي. سي محمد كاخر سؤال، انت الحمد لله وتبارك الله وصنع بي درتي التغطيه لمجموعه من نسخ ديال كاس العالم 5 دابا. واش هذه يمكن نعتبروها بين افضل النسخه ولا بعدا من النسخ المتميزه ديال كاس العالم؟ متميزه بالاستثناء ديالها. اولا منطقه الخليج ودوله عربيه. ثاني التوقيت ديالها. وانا درت مقارنه للصحفيين القطريين وراكم بزاف واحد المقارنه درت، ومع ذلك قلت لك راه درتها في مراسله سابقه بانهم كيعجبهم ديك الكلمات بزاف وحافظينها كاملين. حتى قلت بان انا شخصيا حضرت مونديال 94 هو اول مونديال درته في المشوار ديالي. حضرت مقابله المغرب بلجيكا. درجه الحراره اللي عشتنا في هذيك المقابله اورلاندو جحيم لا يطاق. جحيم يعني هنا الجو رحيم في قطر في بهذا فصل الشتاء جو رحيم. انا شخصيا لا اطيق المكيف وكنعيش دابا الان طبيعي جدا ما كاينش عندي مشكل. ولكن قلت بان في الدوره ديال امريكا عشنا درجه حراره يعني رهيبه قدره البشر ما يمكنش تحملها. ولكن الان صراحه الجو جيد جدا. قطر تقدم مونديال استثنائي على جميع المستويات. التجهيزات المتطوره اللي كاين انا تقريبا ما شفتهاش قبل. علاش؟ لانها حديثه تمزج بين الحداثه كذلك والاصاله في التصميم، كلها مرتبطه بالمورد الثقافي لدوله قطر. يعني القبعه يعني البيت يعني تقاليد قطريه ولكن تقدمت واحد التصاميم جميله جدا. كذلك مونديال ساهم في اعاده بناء دوله، لان دوله تبنات من جديد. صحيح بان الميزانيه كبيره جدا 220 مليون دولار، ولكن كما كنقولوا دائما باللغه الدارجه ما مشاتش فخله. لان في الحقيقه كاينه واحد السلاسه كذلك، كانت واحد الارتباك على مستوى البدايه كنت على المستوى الاعلامي ولكن قلت بان كاينه واحد السلاسه في التنظيم، واحد السهوله، واحد التلقائيه، واحد الطيبوبه كذلك. ملاحظه واحده فقط اللي يمكن نديرها من خلال تجربتي، وهذه تقريبا هذا هو المونديال الخامس اللي درت في مساري الرياضي. تبارك الله. قلت بان كاين ضعف على مستوى مساهمه المتطوعين، لان المتطوعين هما حجر الاساس في اي نجاح للتظاهره الرياضيه في العالم. لا العاب اولمبيه ولا تظاهرات كاس العالم ولا بطوله العالم العاب القوى اللي حضرتها كذلك 9 دورات. قلت بان هذا الغياب شبه ملحوظ هو تعوض بالخيارات التلقائي ديال الشعب القطري، وكذلك اليد العامله والمؤطرين والمستخدمين اللي كاينين من جاليات اخرى.
فملتقى الدوحه هو ملتقى يعني ملتقى العالم كل يتحدث بكل لغات العالم. ومن حسن الحظ كنا كنلقاو كذلك مساهمين مغاربه، كاين رجال امن من المغرب، يعني واحد الترحاب واحد الطيبوبه واحد الكفاءه، يعني السلاسه، حتى ما يمكنش تجي شي حاجز امني ولا تنظيمي في الملعب ما تبقاش مغربي ولا مغربيه. هذا في حقيقه كذلك يعني قيمه يعني حاضره وقيمه استثنائيه كتشرف المغرب كذلك على هذا المستوى. الحمد لله والشكر لله. كنشكرك جزيل الشكر سي محمد الروحلي، مربوحه ان شاء الله يا رب. هادشي اللي كنتمناو، وفي نفس السياق ديالك هادشي اللي كاين. واحد المستمع واحد الميساج عجبني زوين، غادي نحاول انني نلقاه باش نقراه لمستمعاتنا ومستمعينا. محمد الحنين كيقول لنا عاشت المملكه المغربيه الشريفه مربوحه ان شاء الله. إن شاء الله. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا رب. بالنسبه للشتوى المهم بحسب التوقعات ان شاء الله بدءا من يوم غد ان شاء الله يا رب حسب التوقعات نتمنى ما شاء الله يجيب على قد النفع كما كنقولوا. حفيظ اجرود بن ضيف، اصعب مقابله هي مقابله كندا من الجانب النفسي. هذا ميساج ديجا قريته. عبدو بوعرشه كيقول لنا منتخب كندا كيلعبوا مفتوحين ومزيانه لينا. Mohamed Marabot, de toute façon, le danger numéro 1 du Canada est Davis, qui court très vite sur leur côté gauche. Mais sur le côté, il y a Hakimi, en plus de Mzraoui, qui le connaît très très bien car il joue avec lui au Bayern. Effectivement, احنا متفقين على هذه القضية. خالد جعفر كيقول لنا كندا حتى هي نبقاو نشرحوا عليها منتخب عادي جدا، والمنتخب المغربي صعيب عليهم. حنا عندنا عمود فقري قوي، بونو سايس امرابط والبقية غير رقيقية ان شاء الله تعالى نربحوهم ولا خوف على منتخبنا. لا لان كنجاوب السيد نشرحها اخويا وراه قالها السي عبد الرحيم، قلتها انا وقالتها دنيا وكل شيء. نحترم الخصم، يفوت توجور في الكره ريسبكتي لادفيرسير ديما، واخا تكون لاعب مع اي فرقه ماشي سوزيستيمي، ماشي تخاف منه مي لو وماشي سوريستيمي بزاف، ماشي تخاف منه، il faut pas le craindre mais il faut le respecter. ماشي تنقص منه وماشي عاوتاني تخيلوا شي حاجه اللي هي انسورمونطابل، لا تاخذوا تحترموا كرويا. هادشي اللي درنا مع بلجيكا، احترمناهم كرويا في الاخر ربحناهم 2-0. احترمنا كرواتيا كرويا، ما عطيناهمش قيمه اللي اكبر من القيمه ديالهم وما استصغرناهمش وجبنا معاهم التعادل. تو سي لي برينسيپ ساهل ديال الكره، حقاش الميدان احمدان. مشي عند مصطفى بيضودان مصطفى والله تلقى فيا ما كتبوش بيضودان والله ما كتبوش دالها خرجت تلقائيا. مصطفى خويا بالنسبه ليك نقاط قوه ونقاط الضعف ديال المنتخب الكندي اللي خصنا يعني نوقفوا عليهم، شنو خصنا نحدوا الخطوره ديالو، واش هما لي فاي اللي خصنا نستغلوهم؟ اول حاجه ما نتركلوش لهم المساحات وتنظروا هذا الشيء عارفينه الوليدات تبارك الله. يعني بالنسبه للمنتخب الكرواتي اللي عنده اقوى وسط ميدان ولا ثاني اقوى وسط ميدان في العالم، وحديتي من الخطوره ديالو باش بداك الالتزام التكتيكي والانتشار جيد ديال اللاعبين، بحال دوك قطع الشطرنج اللي قطع الشطرنج كتدور في التيران، حتى شي واحد شبر ما كتخليش للخصم. ماشي صاحبك كيعول كيقول لك لا صافي صاحبي راه غادي يغطي، لا كاين التزام. الادوار الدفاعيه اللي كيقوموا بها يعني لا بوفال ولا زياش مهمه بزاف. وما طلب منه انا بالنسبه لي المنتخب الكندي منتخب عدائين وي عندهم ديك القوه، ولكن عندهم واحد السذاجه اللي هي كبيره، لا في الانتشار ديالهم لا في التحركات ديالهم، يعني بحال قلتي غير لاعبين. الناس شافوا بان مع المنتخب البلجيكي انه خلق فرص وهذه ولا سميت، ولكن راه داك الشيء عشوائي بزاف، وهذا الشيء اللي خصنا نستغلوا المساحات، كيخليو مساحات كثيره بزاف. وعندهم مشكل كبير فيتوريا اللاعب رقم 5 اللي في قلب الدفاع ثقيل 35 عام، وعندهم لاعب شاب اللي ما عندوش خبره هو الرقم 2 جوهانستون. دوك تما فين خصنا نستغلوا. عندك مهاره ديال بوفال ولا ديال زياش، وكذلك عندهم نقطه الضعف اللي هي كبيره هي في العرضيات. اذا استغلينا العرضيات وسيرتو دوك العرضيات اللي كيكونوا في الارض والله حتى غادي ناكلوا الخبز ان شاء الله. بالنسبه لي انا تقارب الخطوط، حنا بغيناش ناكلوا الخبز في هذا الماتش، بغينا نربحوا. لا وقفتي عرجانا المصطلح كنستعملوها باغا نشد مصطفى. نعم عبد الرحيم دابا عبد الرحيم يقول لك شحال كلا الخبز كيقول لك